تافهين ناس. أقسم والله أنا لو رئيس دولة لأعمل لكم أخدود، والله أخدود، حرككم أنتوا والزبالة اللي في الأزرقين كذا مع بعض، نخلص منكم وننظف السوشيال ميديا اليمنية. ترقوا شوية، والله أنه في ناس معاه مايك وتلفونه هو ما يسوى الحذاء. أقسم بالله أنا مش فاهم، إذا أنتوا مش قد خلفة، مش قد مسؤولية خلفة، بتخلفوا ليش؟ ترمسسوا، خذوا حبوب منع حمل، ركبوا لوالب، اعملوا أي حاجة، فضي برا، سوي أي شيء. ليش بتخلفوا أطفال وتخليهم يتبهدلوا في الدنيا؟ ليش تخلفوا أطفال وتخلوهم يشحتوا؟ ليش تخلفوا أطفال وتخلوهم يناموا في الشارع؟ ليش تخلفوا أطفال وتعذبوهم؟ ليش تخلفوا أطفال وتبيعوهم؟ ما الهدف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، قضية رأي عام جديدة هائلة تهز الشارع اليمني، كان يفترض أن احنا نتحدث عنها أمس بعد منتصف الليل، ولكننا طولنا بالنا إلى الفجر لجمع المعلومات عشان كلامنا ما يكون كلام مصاطب، عشان نعرف أسباب المشكلة ونقدم شيء حقيقي وتوعوي. الكلام اللي هتسمعوه في الحلقة هذه حقيقي، ولكن ليس دقيق 100%. قد تتغير بعض التفاصيل لاحقا، لأنه المعلومات اللي وصلانا هي كلها إحنا جامعينها، ليست من مصادر أو مرجعيات رسمية، وإنما إحنا اللي عرفنا نجمعه بطريقتنا. علا غانم طفلة يمنية عمرها 11 عاما، هذا عمرها البيولوجي، أما التجربة الحياتية اللي خاضتها لا يعيشها إنسان ولا في 1000 عام. اللي شافته البنت هذه غيرها ما يشوفه ولا في 100,000 سنة. علا غانم طفلة ابتلاها الله بأب ومرة أب لا يستحقون الحياة ولا يستحقون أن يكون لديهم أطفال، مثلهم مثل الأشخاص اللي تحدثنا عنهم سابقا في حلقة لعنة الآباء اللي يمارسوا أشد ألوان الضرب والعنف ضد أبنائهم، مثل الآباء اللي تحدثنا عنهم في حلقة بارونات التسول اللي يقعد في الشارع ممتهن التسول ونايم في الشارع ويخلف 4 5 يخليهم يشحتوا ويبيعوا قوارير في الشارع، قاعد في الشارع ويخلف عيال بس عشان يتبهدلوا في الدنيا. علا تعرضت لأشد ألوان التعذيب من أبوها ومرة أبوها، أكثر من 200 ندبة حروق على كامل جسدها، البنت مكوية كوي في كامل أنحاء جسدها، لديها شج في الرأس، أبوها كسر مرفقها الأيسر، كسروا أسنانها، عوروا عينها، عندها إصابات نعرض لكم بالتقرير الشرعي بعد قليل. يعني عذبوها كل ألوان العذاب، ناس ماسوخيين بيستمتعوا بهذا الشيء. هذه لا هي تربية ولا لها أسباب ولا دوافع ولا مبررات، والقانون اليمني هيتعامل معها بالشكل الصحيح ويبرد قلوبها إن شاء الله. بك واصل وابوك ايش اقول لها؟ هذا شو؟ بالسكين اللي بالملعقة؟ يا الله شو شيء دماغي معول هنا. تقعضان قعض أكل، لا إله إلا الله، حسبنا الله. هذا قعض كلهن. شوف أسنانها. أيوة قديش ليش ضربت فيك ضربة هكذا، أنا أشوفها نبى والطعنة هذه ما هي هذه؟ هذا رزعت بك عرض الرب. وأبوك كان يدري ولا ما يدري ايش أبوك؟ أبوك كسر لك يدك. والبنت هنعرض لكم شهادتها فيديو بعد قليل، تقول إنه مرت أبوها قتلت أختها الصغيرة. تخيل هذه الحالة النفسية اللي هذه علا فيها، هذه تحتاج تقضي بقية حياتها عند أطباء نفسيين يحاولوا يخففوا من حدة الأضرار اللي حصلت لها. قتلت أختها الصغيرة، هذا الكلام قالته الطفلة ليس مؤكد بعد. آخرة المتمة، الأب لما زهق، يعني مش البنت هي اللي زهقت من العذاب اللي هي عايشة فيه، لا، الأب هو اللي اتخنق منها، عطاها لشخص آخر. يقال البعض يقول إنه أخوه عم البنت، والبعض يقول إنه زوج أخته. إحنا لنا اعتقاد ترجيح بينهم، ولكن سنؤكد المعلومة بعد ما تصلنا رسميا. الشخص الثاني أخذها، إيش عمل لها؟ رحمها،
يعني هو الأب قال له خذها لك تنفعك تخدمك افعل بها ما اشتيت شلها لك. يعني احنا نعرف الواحد يهدي تليفون، يهدي علاقي ياقات، يعزم صاحبه، لكن يهديه بنته، انا اديك بنتي هديه افعل بها ما اشتيت، تخدمك تنفعك خلص عليها سوي ما اشتيت. الشخص الثاني اللي اخذها سواء كان عمها او زوج اخت ابوها، يعني زوج خالتها، هو ايضا وزوجته اذاقوها اشد الوان العذاب، ما خلوا حاجه ما سووها في البنت. واخرتها لما زوجته طفشت من البنت عرضها للبيع، عرضها وبيقولوا عمل لها اعلان، انا مش فاهم كيف، المهم انه عرضها للبيع ب200,000 ريال واشتراها انسان شيبه. هذا الشيبه ايش عمل في البنت؟ هو معاه ايضا زوجه، احنا مش عارفين، انا ما عندي اي روايه الان انه هذا كيف عملها، هل كان يعذبها، هل يعني سوى بها شيء آخر، أنا مش عارف. ولكن في تقرير الطب الشرعي هنعرضه لكم بعد قليل، البنت عندها توسع في فتحة الشرج، توسع غير طبيعي وتمزق على أطراف الشرج. مين اللي تسبب في هذا الشيء؟ لنا أفكار وآراء ولكن لن نطرحها حتى نتأكد من المعلومات. المهم بدأوا الناس في المنطقة يتحدثوا عن الموضوع وكانوا على شفا فضيحة، ستحدث فضيحة. فقام عم البنت مباشرة سوى لها عقد زواج، عقد مزور، وحطوا عمرها مع شهود العيان مع الكاتب الشرعي انه عمرها 19 سنة. هل الكاتب الشرعي كان على علم؟ ليس على علم، ولكن مهمته انه يتأكد ويسأل العروس موافقة ولا لا، هذا الشرع. عملوا لها عقد انه عمرها 19 سنة وهدأت القضية، ولكن ألسنة الناس لم تهدأ. آخرة المتمة عمها اتصل للشيبة اللي تزوجها وقال له اتخلص منها. هذا على حد زعم البنت، بتقول انه الشيبة كان يهددها دائما انها هتموت بالضرب او هتموت غرقانة. هذا كلام البنت، طفلة لا تكذب، انه كان يهددها بالغرق. في النهاية زوجة هذا الشيبة رحمة البنت وهربتها، راحت البنت لا عند شيبة آخر هو وزوجته، قالت له يا عمي احميني. الشيبة جزاها الله خير هو اللي أنقذها وبلغ الشرطة وبلغ المديرية. شوف المقطع هذا على السريع، أنا ما ودي أخوض فيه يعني في بعض يعني أنا ما ودي أشهر بالبنت، ولكن شوفوا هذا المقطع وارجعوا لي في كلام ما انتهى. اتصل أبوها مثل ما تصف لنا بزوج أخته الذي هو عبد الغني، قال له تعال خذ البنت علا خلها عندك بالعامرين تخدمك بيعه تصرف به، المهم لا عادش مصورته. عبد الغني سوى اعلان بعدما اشتغلت عنده شغله اشغال شاقه وضرب وهيانه وجوع ووجع الى اخر القصه طويله وعريضه. فالاعلان وسده محمد عبد الجليل على انه يستعقد به، واخذه وسار الى صنعاء. جابوا شهود زور بان عمره 19 سنه مثل ما تقول لي، وجابوا له ورقه العقد بصمت بينه، وروح محمد عبد الجليل وهو متزوج وله بنات واولاد. هذا البطل هو اللي انقذ البنت واللي حول القضيه هذه الى قضيه راي عام، هو اللي اخرج هذا الفيديو سجله وصدره للعامه وبدا يصل للجميع، وبعدين بدا التحري والتحقق في قضيه هذه البنت. طيب التقرير الطبي الشرعي، تقرير شوف عندك في الشاشة، تقرير الطب الشرعي تقريبا لو جمعنا عدد الندوب الناتجة عن حروق بسكاكين وملاعق أكثر من 180-200 حرق. عور في العين، البنت عينها هذه راحت وعينها الثانية يعني بالكاد ترى بها، عندها شج في الرأس، عندها تهتك أو مشاكل في المهبل، عندها توسع في فتحة الشرج وتمزقات، عندها كسر في مرفقها الأيسر، عندها كسر في أسنانها، جسمها كله مشوه، عندها تشوهات في أرجلها، يعني كل شيء سووه في الطفلة هذه. بإيش ذنبها؟ بأي ذنب عذبت؟ إيش سوت لكم يا عيال الحرام؟ ما تفهمش. أنا مش فاهم، إذا أنتوا مش قد خلفة، مش قد مسؤولية خلفة، بتخلفوا ليش؟ ترمسسوا، خذوا حبوب منع حمل، ركبوا لوالب، اعملوا أي حاجة، فضي برا، سوي أي شيء،
ليش بتخلفوا أطفال وتخليهم يتبهدلوا في الدنيا؟ ليش تخلفوا أطفال وتخلوهم يشحتوا؟ ليش تخلفوا أطفال وتخلوهم يناموا في الشارع؟ ليش تخلفوا أطفال وتعذبوهم؟ ليش تخلفوا أطفال وتبيعوهم؟ ما الهدف؟ هناك معنا أخبار الآن ليست مؤكدة أنه الأب ومرة الأب والعم والشيبة تم اعتقالهم، إنهم بحوزة رجال الأمن وزارة الداخلية. الخبر هذا ليس مؤكد إلى الآن، ولكن وصلتنا أخبار أنه تم اعتقال عدد من المتورطين في هذه القضية، ويجب أن يحاسبوا، ويجب أن تعمل وزارة الداخلية على تعزيز سبل الحماية الوقائية والإنذار المبكر لحوادث تعذيب الأطفال وجرائم العنف ضد الأطفال. كل شيء في بلادنا فيه توعية عدا العنف ضد الأطفال. لا نشرات، لا إذاعات، لا أخبار، لا إعلانات، لا تدريب في التلفزيون، بس في إعلانات للناس كيف ترصد حالة تعذيب طفل، اختطاف طفل، إخفاء قسري للطفل، ضرب مبالغ فيه مبرح للطفل، وتبلغ الأجهزة الأمنية. مهمة القسم لما يتلقى بلاغ ينزل، مش ضروري يجي له خبر إنه الطفل هذا قطعوه نصين، أو الطفل هذا اتحرق، أو إنه قضية صارت رأي عام عشان نتحرك. يفترض إنه لو واحد شاف طفل خارج من البيت مزرق ولا راعف يتصل للشرطة، والشرطة طبيعي إجراء طبيعي، تيجي الشرطة ضابط من القسم فوق الطقم لباب البيت يخبط، هذا الولد إيش فيه؟ في أمريكا، في العالم، في أوروبا، في معظم الدول العربية يحصل كذا، في آسيا، في أفريقيا، في كل مكان. لو صوت الموسيقى عالي أو سمعوا صوت تكسار، الشرطة الجيران تبلغ وتيجي الشرطة. الجيران أبلغونا إنه فيه صوت تحطم أشياء في المنزل. إيش اللي فيه؟ حتى لو الأب قال لا ما فيش حاجة، طاحت مني حاجة، من يسكن معك؟ يقول زوجتي أو أخي، خليه يجي يتأكد إنه إيش اللي حاصل. يتأكدوا. مهمة الشرطة إنها تسعى للحد من الجرائم قبل وقوعها. أما إذا صارت الجريمة، إحنا عارفين الجرائم تحدث دائما، ولكن في العنف لأنه الطفل لا يستطيع حماية نفسه، الطفل لا يستطيع أن يفعل شيء حتى تحدث به الجريمة. محتاجين إحنا وعي من الناس، وعي من الجيران، وعي من الأهل، وعي من الإخوان. لا تتستر على أخوك بعذب ابنه، لا تتستر على جارك، لا تقول له أبوي ربي، هذه ما هيش تربية. هذه قضية الطفلة علا غانم بدأت تتحول إلى قضية رأي عام في الساعات الأخيرة، واللي زيد قاهرني بعض الحوثالة. يعني إحنا 25 مليون يمني، في 5 مليون يمني ما لهم داعي، والله ما لهم داعي، اللي يستغلوا أي شيء سياسيا، اللي على طول مالوا منصات التواصل الاجتماعي. هيا ليش يا يوتيوبر صنعاء ما تكلمتوا عن القضية هذه؟ ولا عشان في الشمال، بينما قضية حنين البكري ولعت الدنيا. تافهين ناس، أقسم والله أنا لو رئيس دولة لأعمل لكم أخدود، والله أخدود، حرككم أنتوا والزبالة اللي في الأزرقين كذا مع بعض، نخلص منكم وننظف السوشيال ميديا اليمنية. القضية هذه أعتقد يعني الأشخاص اللي فيها أهالي البنت والشخص اللي اشتراها والتنين ما بين عتمة وريمة في المنطقتين هذه وهذه لا ننسبها أبدا. أنا غاضب أيضا من الناس اللي يقول لكم ما لكم يا أصحاب ريمة، ما لكم يا أصحاب عتمة. أصحاب ريمة وأصحاب عتمة والشعب اليمني كله يرفض مثل هذه الأفعال، مش عشان ظهرت من منطقة فمعناه أن احنا ندين كل المنطقة. ترقوا شوية، والله أنه في ناس معاه مايك وتلفونه هو ما يسوى الحذاء، أقسم بالله. لا تكونوا تعمموا هذه القضايا على سكان المناطق، كل الناس بيرفضوا هذه الظواهر. لما تحصل قضية وفاجعة هذه تكون فرصة ان احنا نعزز رسالة الوحدة والمخوة بيناتنا والتكاتف المجتمعي للحد من هذه الظواهر المقيتة والشنيعة اللي العرف اليمني والعقل والدين والمنطق والقبيلة والرجولة ترفضها. مش نخليها فرصة لاستغلالات ونهين سكان مناطق. ما أدري متى تتعلموا الرجالة وما أدري متى تتعلموا الذكاء. احنا مركزين على القضية هذه. أنا لن أكتفي بهذه الحلقة لأنه ما عندنا معلومات. لاحظوا أنا ما يعني كشفت أسماء، لا يعني الأب ولا العم ولا الشيبة، لأنه معانا معلومات لكن مش أكيدة. أنا لن أرتكب في يوم خطأ وارجع أعتذر، لكن هننتظر، قد تنزل حلقة ثانية الليلة إذا ظهرت معلومات أو تحديثات جديدة في هذه القضية. شوشنا احنا على المقاطع كي لا نشهر بالبنت، لأنه البنت هذه هتكبر بكرة، هتكبر كمان 3-4 سنين وقدي ثانوية، هتشوف نفسها. في ختام هذه الحلقة هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي. دمتم بود وأبناءكم أمانة في أعناقكم، يا يدخلوكم الجنة يا يهووا بكم في 7 درك من النار.